لو بتعمل اعلانات ممولة عشان تبيع منتجات اونلاين، في الفيديو ده هقولك على 5 جمل ممكن يفرقوا معاك جدا في نتائج الاعلانات والمبيعات بتاعتك، وممكن تبقى سبب كمان الجمل دي في زيادة ارباحك او في ان هي ممكن تحقق لك خسارة. هنمسك جملة جملة وهنشوف كل جملة ممكن تفرق معاك ازاي، وايه هي المميزات وايه هي العيوب بتاعتها. اول جملة ممكن تفرق معاك جدا في الاعلانات بتاعتك ونتائج الاعلانات والمبيعات لو انت بتبيع منتجات اونلاين، هي التوصيل والشحن مجانا. الجملة دي ليها مميزات وليها عيوب. خلينا نبتدي بالعيوب. العيوب بتاعتها ان دمج تكلفة الشحن مع سعر المنتج ممكن بيؤدي للاخر لزيادة تكلفة الاوردر على العميل بالسعر النهائي بعد التوصيل. ففي بعض العملاء ممكن لما تيجي تقارن السعر بتاعك مع منافسين تانيين اللي هم بيعرضوا سعر المنتج لوحده وسعر الشحن لوحده، ممكن يحس ان لا، المنافس التاني ده سعره اقل، مع ان هي في الاخر نفس التكلفة الإجمالية على العميل بالتوصيل. بس في عملاء كده بتقارن بشكل غلط، فبالتالي ده ممكن نوعا ما يأثر شوية على نظرة العميل لسعر المنتج. لكن المميزات ان حاجة زي كده بتشجع العميل جدا وبتفرق معاك جدا في زيادة الاوردرات والنتائج في الاعلانات الممولة، لانها خلاص بتحسس العميل ان خلاص الموضوع مش مستاهل ريسك، وما فيهوش اي ريسك خالص ان انا اطلب الاوردر. كده كده الشحن مجاني وما فيش اي مصاريف زيادة. فدي اول جملة ليها مميزات وليها عيوب. تاني جملة ممكن تفرق معاك لو انت بتعمل اعلانات ممولة وبتبيع منتجات اونلاين، دي تاني جملة ممكن تفرق معاك في نتائج الاعلانات والمبيعات بتاعتك، وهي ان التوصيل لحد البيت ومتاح المعاينة عند الاستلام الاوردر قبل الدفع. الجملة دي ليها مميزات وليها عيوب. ليها مميزات طبعا ان هي بتشجع العميل جدا وبتلغي فكرة خوف العميل من انه يطلب اوردر اونلاين. زي ما بيسمع كتير ان ممكن تطلب الاوردر ويجي لك حاجة تانية غير الصور او الفيديوهات، فهي بتلغي خالص المشكلة اللي عند العميل دي، وبتخليه يتشجع اكتر. وكمان بتطمن العميل انه كده كده مش خسران حاجة، هيطلب الاوردر قبل ما يدفع اي حاجة، هيعاين الاوردر، لو تمام عجبه استلم، ما عجبوش خلاص مش هيستلم. لكن بالنسبة للعيوب فهي ليها حاجتين، زي ما هي بتزود الاوردرات جدا فهي ليها عيبين. اول حاجة، لو المنتج بتاعك ما طلعش بالجودة المطلوبة زي الصور او الفيديوهات اللي انت بتشرحه، ما طلعش بالجودة المطلوبة دي، سواء حتى تبقى جودة مقارنة للسعر جودة كويسة، ده لو ما عملش كده او لو ده ما حصلش هيزود معاك جدا نسبة المرتجعات، اللي بالتالي ممكن تخسرك فلوس لان انت هتبدأ تحاسب شركة الشحن على المرتجعات والعميل ما استلمش. تاني حاجة كمان، انها نوعا ما بتقلل جودة العملاء اللي بتطلب منك. بمعنى ان هتلاقي كتير جدا من العملاء بيطلب من اجل الفضول، ان هو كده كده مش خسران حاجة ومش هيدفع حاجة، هو هيعاين الاول، فهو مش محتاج المنتج قوي لكن طلبه عشان يطمن. بس دي تقدر يعني تعالجها بطريقتين. اولا، ان انت تحاول تخلي المنتج فعلا بالجودة المطلوبة، سواء جودة المنتج نفسه، التوصيل، خدمة العملاء، التغليف. من اخر كده ان انت تحول العميل ده تخليه يحس بتجربة شراء مميزة. تالت جملة ممكن تفرق معاك في نتائج الاعلانات بتاعتك والمبيعات لو انت بتبيع منتجات اونلاين، هي انك بتكتب التوصيل في خلال وقت محدد. بمعنى، في ناس ممكن تكتب مثلا التوصيل من 3 ل 5 ايام او من يومين ل 3 ايام، وفي ناس ممكن تكتب التوصيل مثلا في خلال 24 ساعة او التوصيل في خلال 48 ساعة. فكرة ان انت تقول وقت محدد، يعني انت طلبت النهاردة، خلاص النهاردة مثلا السبت هيجي لك الاوردر بتاعك يوم الاثنين، هيجي لك الاوردر بتاعك يوم الثلاث. فدي زي ما هي ليها مميزات ليها عيوب. المميزات بتاعتها انها طبعا بتشجع نوعين من العملاء. اول نوع من العميل، لو الوقت اللي انت كاتبه ده وقت طويل مثلا، وليكن اللي انت قلته اسبوع، على فكرة ده ممكن يشجع نوعية عملاء معينة، وهي نوعية العملاء اللي كانت مش هتطلب عشان خاطر هي مستنية مثلا لما تقبض، لما تبقى متواجدة عشان هي مسافرة فلسه قدامها كام يوم وهترجع. فلا، ده ممكن يشجع نوعية العملاء دي لو الوقت اللي انت حاطه ده طويل. ممكن يشجع نوعية العملاء دي ان خلاص انا هطلب دلوقتي، وعقبال بقى ما يجي لي، هم كده كده كاتبين لسه قدامهم 5 ايام او 7 ايام، عقبال ما يجي لي اكون قبضت، اكون اتصرفت في فلوس، اكون بقيت متواجد، اكون رجعت من السفر. فده اول حاجة بتشجع نوعية العملاء دي. طيب لو الوقت قصير، بيشجع نوعية عملاء تانية، وهي العملاء اللي بتبقى طالبه المنتج دي عشان خاطر عندها مناسبه معينه. فانت وليكن قلت مثلا هيبقى موجود عندك، هيوصل لك في خلال يوم او يومين ايا كان، بس انت قلت وقت محدد يوم مثلا، فخلاص هو عارف ان هو هيطلبه النهارده والمناسبه بتاعته بكره بالليل او بعده، فهو الاوردر هيجي له بكره. فنوعيه العملاء دي خلاص هي بتبقى عارفه وبتطلب، لان خلاص انا عارفه ان المنتج هلحق اجيبه ويوصل لي قبل المناسبه دي، بدل ما انزل واروح الف.
فدي اول نوعيه من العملاء. التاني نوعيه من العملاء كمان، نوعيه العملاء اللي هي فعلا محتاجه المنتج ده جدا وبتدور عليه بقالها فتره، بس هي دلوقتي في وقت مقارنه، عماله تشوف اطلب من ده ولا اروح المحل ده ولا اشوف الويب سايت ده ولا مثلا الصفحه دي. فبالتالي لما تعرف ان المنتج هيوصل لها في وقت قريب جدا جدا وبسرعه، ساعتها ممكن تبدا تتشجع انها تطلب، عشان لما الاوردر يجي لها بسرعه خلاص هي عارفه انها هتبدا تحدد قرار الشراء بتاعها، هل هو ده مناسب ليا ولا راح اشوف حاجه تاني. لكن لو هي نوعيه العملاء دي عارفه ان لسه قدامها فتره وهي محتاجه المنتج، هتقول لك لا انا مش لسه هقعد استنى الوقت ده كله. فدي مميزات الجملة دي. طيب عيوب الجملة دي، ان لو انت ما كنتش قد الالتزام ده، يعني لو انت قلت الاوردر هيوصل لك في خلال 24 ساعة وده ما وصلش ووصل في 48 ساعة، مع انه على فكرة التوصيل في 48 ساعة كويس، انا بس بدي مثال. بس اولا بنسبة كبيرة العميل ممكن بتلاقي عملاء مش هتستلم، لان ممكن تلاقي نوعية من العملاء اللي قلت عليه اللي هو كان مستعجل عليها عشان مناسبة او عشان يقارن، فخلاص هو مش هيستلم، هو طلب اوردر ولقى اتأخر عليه. تاني حاجة كمان، ان هو بعيد عن ان هو ممكن يزود معاك نسبة المرتجعات، فبالتالي هتبدأ تخسرك فلوس عشان هتدفع عليهم فلوس مرتجعات. لا ده هيعمل حاجة تانية كمان، وهي ان عميل مع التاني مع التالت ممكن يبدأ ان هو يعمل شكوى، يعمل ريفيو سلبي، الكلام ده كله، فيبدأ يبني سمعة مش حلوة للبراند بتاعك. مع انه على فكرة مقارنة لو هو راح طلب ده من على ويب سايت تاني او من على بيج تانية، كان ممكن يوصل له في وقت اكتر من كده. بس الفكرة كلها ان انت قلت له على وعد وما كنتش قده، فهو طلب بناء عليه. لكن لو انت قلت له حتى شهر وجاله بعد شهر مش هيشتكي، لكن انت قلت له هيوصل لك في خلال 24 ساعة او في 48 ساعة وده ما حصلش، فهو بالنسبة له انت عملت وعد او قلت حاجة انت ما كنتش قدها. فالحل حاجة من الاتنين، يا اما لو هتكتب رقم معين او وقت معين للشحن لازم تكون قده، حتى لو انت هتقول 3 ايام وانت عارف ان انت ممكن توصل في يومين، بس قول رقم تكون قده. يا اما تدي رينج، يعني ما تقولش يوم معين او رقم معين، لا ممكن تقول مثلا من 3 ايام لخمس ايام، من 5 ايام لسبعة ايام، من يوم ليومين، انت حر، بس يعني دايما ادي مساحة. لو حصل اي ظرف مع شركة الشحن، الستوك عندك خلص عقبال ما تجيب ستوك تاني، المندوب حصل معاه حاجة، العميل ما ردش عليه، ادي مساحة او ادي رينج معين ان الاوردر ده هيوصل لك يا فندم في خلال من قد كده لقد كده. يا اما كده، يا اما لو انت قد ان انت تقول كلمة لازم تبقى قدها. رابع جملة ممكن تفرق معاك في نتائج الإعلانات الممولة بتاعتك ونتائج المبيعات لو أنت بتبيع منتجات أونلاين، هي جملة دفع الشحن في حالة عدم استلام الأوردر. خلينا نبتدي بالعيوب الأول. العيوب إنها طبعا ممكن تفرق معاك شوية في إن نتائج الأوردرات بتاعتك تبقى أقل. يعني لو كان في 10 عملاء هيطلبوا، لا ممكن تلاقي 7، ممكن تلاقي 6، ممكن تلاقي 8، بس هيفرق معاك في إن هيحصل فيه دروب بسيط شوية في عدد الأوردرات اللي بتطلع والمبيعات. بس بصراحة المميزات بتاعتها كويسة جدا، يعني ليها ميزتين. اول ميزه في انها بتقلل معاك جدا نسبه المرتجعات، لان بنسبه كبيره العميل اللي شاف وعرف ان الاوردر ده هو لو ما استلمش هيدفع شحن، هو بنسبه كبيره جد جدا ومحتاج الاوردر ده او المنتج ده. تاني حاجة ان حتى لو في نسبة مرتجعات وهتكون بسيطة، انت كمان مش هتدفع عليها فلوس، مش هتخسر فلوس وتطلع فلوس من جيبك لشركة الشحن وتحاسب على مرتجعات العميل ما استلمش، لان بنسبة كبيرة العميل خلاص عارف ان هو لو ما استلمش الاوردر هيدفع شحن. فبالتالي حتى لو في نسبة مرتجعات ويكاد تكون بسيطة، هتلاقي العملاء بتحاسب على ايه؟ على تكلفة الشحن. فدي بتعمل معاك حاجتين، ان رقم واحد بتقلل معاك نسبة مرتجعات، وحتى نسبة المرتجعات انت ما بتدفعش عليها فلوس، فبالتالي بتحافظ شوية على هامش الربح بتاعك اللي انت خسرته لما حصل فيه دروب في الاوردرات، فده بيعوض ده. خامس جملة ممكن تفرق معاك في نتائج الاعلانات بتاعتك ونتائج المبيعات اونلاين، هي انك تقول للعميل انك تقدر تطلب مثلا اكتر من مقاس او اكتر من لون وتختار الانسب عند الاستلام. طيب مميزاتها ايه؟ تفرق معاك جدا 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 في المبيعات، لانها بتحل تقريبا واحدة من اكبر المشاكل اللي العملاء بتخاف تطلب منها اونلاين، خصوصا في المجال بتاع الملابس والاحذية، وهي انه بيخاف ان الاوردر ما يطلعش زي ما هو كان فاكر، المقاس ما يبقاش مظبوط، اللون ما يبقاش زي ما هو كان متوضح في الصور، ويتبهدل بقى عقبال ما يعمل استبدال، وممكن في الاخر كمان ما يعرفش. فدي تفرق معاك جدا في نسبة الاوردرات، لان خلاص العميل اكنه راح محل هيقدر يطلب اكتر من مقاس واكتر من لون واللي عاجبه هيستلمه. فدي كمميزات. كعيوب، ليها بصراحة عيبين. اول عيب في ان هي اولا انت محتاج ضعف الاستوك بتاعك تقريبا عشان تبدأ تغطي حجم الاوردرات بتاعتك، بس انت كل اوردر بيطلع باكتر من قطعة.
يعني انت لو بتطلع في الطبيعي 100 قطعه او 100 اوردر في الاسبوع، كل اوردر بقطعه، لا انت دلوقتي محتاج على الاقل 200 او 250 قطعه، لان انت كل اوردر بيطلع بقطعتين او ثلاثه، فتقريبا افريج كده. فانت محتاج ان انت تغطي كل عدد القطع ده، وفي نفس الوقت يكون عندك البضاعه اللي تغطي الاوردرات مثلا الاسبوع اللي بعديه او ايا كان الكام يوم اللي بعديه، لحد ما شركه الشحن ترجع لك الاوردرات او القطع اللي العميل ما استلمهاش. دي اول حاجه، انت محتاج كده ضعف الاستوك على الاقل او ضعف ونص. تاني حاجه، في ان انت برضو شركة الشحن ممكن نوعا ما على حسب شركة الشحن والسيستم اللي انت عامله معاها، ممكن تحاسبك على المرتجعات اللي حصلت، مش المرتجعات بقى اللي العميل ما استلمش، لا، تحاسبك ان المندوب راح ببضاعة وفي نفس الوقت رجع ببضاعة اللي هي البضاعة ان العميل ما استلمهاش، وليكن مثلا راح له بقطعتين، استلم قطعة والقطعة التانية لا دي مش مقاسه ما استلمهاش، فممكن شركات الشحن ممكن تحاسبك على الحركة دي بشكل جزئي. فلو انت قدرت تظبط ديل مع شركة الشحن في الحتة دي، او ان انت اوريدي عندك هامش ربح يغطي الجزء ده، يبقى انت كده تمام جدا، ويبقى انت كده حليت مشكلة من اهم المشاكل لمعظم العملاء. لو ناوي تتابع الصفحة الفترة الجاية ان شاء الله هبدأ انزل فيديوهات عن الجمل دي، انت تقدر تحطها فين وتقولها ازاي وتقولها امتى، سواء انت شغال اعلانات رسائل او شغال اعلانات كونفرجن على لاندنج بيج او ويب سايت، تحط الجمل دي فين، ممكن تفرق ازاي تتست انهي جملة جابت معاك اوردرات اكتر. وفي نفس الوقت برضو في فيديوهات وكونتنت تاني هيبقى ينزل عن حاجات كتيرة جدا ليها علاقة بالفانل، وازاي انت تبدأ تقيس الاعلانات بتاعتك ونجاح الاعلانات ونجاح المبيعات، وازاي تعدل وازاي تفهم اكتر عن التسويق والاعلانات الممولة والمبيعات اونلاين في العموم. اشوفكم ان شاء الله في فيديوهات جاية.